وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أول شي خلونا نكتب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني شي بتمنى من كل صبية دخلت جديد على الفيديو تشترك وتفعل زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد أنا بنزله. ويا صباح الخيرات صبايا، طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. هلا بما انه كان عم بسوي قهوة هون تذكرت انه كتير اجاني تعليقات لازم اعمل القهوة على الغاز الصغير. هلا شوفوا صبايا، انا عندي الغاز الصغير هو اللي اخر واحد من الزاوية طرف البراد، عرفتوا؟ بقى هدول الغازين يلي من طرف البراد انا ما بستعملهم ابدا كرمال انه البراد، فبستعمل بس هدول الثلاثة البرانيات. هلا يعني انه كل ما بدي اعمل قهوة بدي ازح واعمل قهوة كرمال البراد، هيك بلاقي انه صعوبة. فخلص هدول الاثنين ما يعني خلص لغيته ما بستعملهم الا اذا كان مثلا يعني عندي طبخة كبيرة وبدي كذا غاز انه اعمل عليهم، فبقرب الغاز من جنب البراد ويعني بطبخ بس انه كرمال قهوة ولا هيك شغلات انه خلص يعني بعمل على الغاز هاد اللي شفتوه انتو هيك طرفه. مع اني يعني هو المفروض يكون تصميمه انه الغاز الصغير يعني هيك هاد الطرف، ما بعرف شلون ليش عاملينه هن هيك، يعني الغلط منه مو مني. ايه والله هون مثل ما يكون شايفين طلعت اتفرج على سداد لازمني مثل ما بتعرفوا للبيت هيك سداج، فطلعت اتفرجت هون رحنا هي وين تحت القلعة، ما بعرف ايش اسم المنطقة بس هيك بيقولوا لها تحت القلعة هنيك يعني. ايه فرحت لهنيك اتفرجت. هلا كتير كان في يعني شغلات حلوة، بس صبايا انا بدي اخد يعني لغرفتي وغرفة بناتي والممر انه صراحة ما بدي اخدها كتير تقيلة، لانه بدي اقصقصهم قصقصة يعني تفصيل وشقف عرفتوا. فيعني ما بدي يعني بجوز انا مثلا انتقل على غير بيت فما يصيروا، فقلت يعني باخد شي نوعية تكون انه ما يعني ما كتير تقيلة كرمال اذا مثلا طلعت على غير بيت وما صاروا يعني انه ما انزعج عليهم، عرفتوا؟ ايه فاخدته من نوع الوسط. والله هو كان تاني يوم اللي انا اشتريت فيه، عرفتوا؟ مو نفس اليوم يعني اكيد مرة الحق اشتغل انه واشوفه وقت بكون عندي تنظيف كتير او هيك او طبخة كبيرة بحب خلص ما اكون طالعة من البيت. بس اذا شي سريع لا بطلع عادي يعني بخلص قبل ما ارجع قبل ما اروح او بعد ما ارجع. بس هذا اليوم كان عندي شغل كتير كتير، فهون وقت اللي فقت بعتت بنتي على المدرسة وبلشت شغل، يعني صرت اشتغل على مهلي هيك برواق من غير شر. ايه فقلت خلص لازم بقى يعني اقوم ارتب بقى الغرف النوم وامدهم، يعني انه خلص يعني ما بقى عرفتوا، لانه هلا مثل بالصالون شفتوا انه انا حاطة السداجة كانت عندي من قبل هي صغيرة فماشيين حالنا، بس الارض برا يعني صارت شوفوا برا بالشارع ما في برد ابدا ابدا، بس بالبيت انه كرمال الولاد مو بدوسوا على الارض وهيك، فقلت لا خلص يعني لازم اخلص وامد هون. طبت كمان مثل ما يكون شايفين هالحركة هي بالطب وحدة بتحس طب قلبها. هلا كمان في كتير منكم بيسألوني على الاسعار وهالشغلات هدول، فشوفوا هدول القناني العطر انا اخدتهم من الفرقان كمان سألتوني عليهم، والقراتي اخدتهم من التلال سعرهم كان ما بعرف 100 يمكن يا صبايا، وبعد ما اشتريتهم ايش صار فيني؟ انا اشتريتهم لاحكي لكم، هن بيجوا قطعتين والقطعة الكبيرة، وانا قلت لكم يمكن فيديوهات القبل وقت اللي اشتريتهم انه انا لازمني كمان وحدة كبيرة. فنزلت انا يومها رح يعني ادور على وحدة قطعة كبيرة، فنزلت كنت عم بتمشى بحارتي بتفاجأ انه في محل جنبي
يعني قريب على بيتي، مو جنبي يعني كتير، بس انه قريب على بيتي، عنده هيك شغلات. انا كنت اخده معي القرتي الصغير كرمال انه يعني اخده نفس الرسمة ادور. فوالله دخلت لعنده لقيت عنده نفس الطقم على التمام نفسه، يعني ما بيختلف شي ابدا. شد قال لي سعره 65,000. هون انا بدي انجلط عن جد صبايا. يعني مو انه شلون جند الكون وقت بتشتروا شغلة بعدين بتلاقوها بغير محل ارخص كتير، هالحركة هيك بتقهر ما بعرف شلون. ايه والله، فوقت اللي شفت الطقم كله يعني هيك اخدتهم كمان كلياتهم، يعني كمان اللي لزمني القرطي الصغير لزمني، بس انه يعني هيك انزعجت شوي، قلت يا ريتني انه ملاقيته بالاول. طبعا الله كله قسمي يعني طبعا، بس هيك ما بعرف ايش الاحساس الوحدة بتحسه اذا لقيت قطعة بمحل تاني ارخص. وهون شفته هيك مسحت الغبرة ومسحت المرايا هيك، يعني صرت اشتغل شغلة ورا شغلة وارتبهم هون. يعني صرت بدي امد كمان هلا وش اتخذ كمان كتير صبايا سألوني عليه ايش اسم المحل وهيك. صبايا شوفوا وقت اللي انا بروح بشتري ما بطلع اسم المحل ولا بطلع، خلص انه يعني عجبتني هاي القطعة بهالمحل بدخل بشتري وبطلع، يعني ما بدق كتير على الاسم او هيك، عرفتوا. بس انا قلتلكم انه هذا اخدته من الفرقان، اخدته ب600,000 يا 700 ماني متذكرة، بس يمكن 600. يعني انا قد ما شندق لكم مو بضل بدور على الشغلة وبسأل على الاسعار، فوقت اللي بشتري بالاخير يعني بنسى السعر. هلا كمان مو اذا قلتولي شفنا بمحل ارخص انه تكتبولي، خلص لا تكتبولي شي اذا لقيته بمحل تاني ارخص. ايه والله، بس شوفوا نوعيته كتير سميك. هلا في محلات شفت ب400، بس سماكته هو كمان سميك، بس اللي اخدته انا سماكته اكتر كتير، يعني بتحسوه انه نفخ هيك، ما بعرف شلون اقولكن. ايه والله، ويعني سماكته كتير يعني كويسة. ايه فعبقلكن انه بالفرقان، بس ماني يعني ما بعرف اسم المحل. وهون كمان بعد ما مديت وخلصت صرت امسح الاراضي. بس هون شوفوا لاحكي لكم شغله، انا مسحت الاراضي اول شي يعني مسحه كويسه، وبعدها صرت امسح بهي. هلا صراحه يعني احكي لكم شغله، انا هي المساحه انه اذا ما كان هيك يعني انا منظفه الارض واعمل فيها ما بقتنع فيها. ما بعرف يعني اذا في صبايا مثلي ما بحس انه يعني بتنظف كتير مثل عادي. لا، بحب انه انظفهم انا يعني على السوا وبعدين ارجع اعمل فيها. مين هيك مين بيعمل هالحركات مثلي؟ يعني سبحان الله، كل واحد يعني له طريقة بالتنظيف، له طريقة بالترتيب، فانه خلص هيك هدول الشغلات يعني ما كتير هيك شلون بدي اقولكن، يعني ما كتير بفشوا قلبي. خلص بدي امسح هيك مسحة كويسة انا بايدي، وبعدين يعني بعمل وش تاني مثلا بالمعطر. ايه، بس انه هيك على طاقة بصراحة يعني ما بقتنع فيها. هلا هون عم بفرجيكم كمان نوعية السداد، يعني مثل ما قلت لكم ما انه كتير يعني تقيل، عرفتوا وسط. هلا هون هذا السداد اخدته المتر ب12 دولار. ايه، بس بشوفوا بعدين رعاني، يعني يمكن حسبوا ب11 بعدين، عرفتوا. يعني هيك تقريبا، بس انه اول شي طلب 12. بقى اخدت للصالون، مو للصالون، اخدت لغرفتي وغرفة البنات والممر. بس الممر نسيت اصور لكم اياه، هي شوي مختلفة عن هدول، نفس اللون بس تبعت الممر اتقل شوي. هلا شوفوا انا اخترتها، يعني انا كنت اجيب مثل هدول للممر، بس هي كانت مقصوصة عنده وجاهزة، عرفتوا. وانا كان بدي العرض 85، بس كانت عنده هي العرض 80، والطول نفس الطول اللي بدي اياه. فهون هو يعني راعاني فيها بما انه هي مقصوصة كانت عنده من قبل. ايه، فشو حسب لي اياها؟ يمكن ب20 دولار، يمكن هيك شي تقريبا. بس نوعيتها تبعت الممر ان شاء الله بفيديو الجاي بصور لكم اياها، لانه مثل ما قلت لكم نسيت نوعيتها يعني اتقل من هدول اللي اخدتهم انا، عرفتوا. وهون بعد ما رتبت الغرفة مثل ما يكون شايفين، هون شفتوا انا جبت الغزاني لهالطرف واتخذت هيك. هلا اتخذت اذا بدي احطه هون مثل شايفين المحل ما فاضي قدام ما بيوسع، يعني هي المساحة راح تصير الكومودينا لبرا، عرفتوا. ما بصير غير بهذا الاتجاه.
وهون الغزانة هي هلا دا تقولولي انه سكرتي الشباك يعني، فشوفوا هي مو عالية. انا غرفتي من تحت شوفوا الاجرين الغزانة عاليات، فبالشتاء هي يعني هي الشقفة لحالها بتدخل كتير هوا. ايه فيعني بحسن انه افتح هوية من برا، من الباب البلكون برا بحسن افتح هوية، عرفتوا يعني صراحة. هلا هو مهم ما بقولكن لا، ومثل ما قلت لكم بحسن يعني اهوية. ويعني ما يعني هداك الموديل كنت كتير ماني حبيبته ابدا، وماني مقتنعة فيه ابدا، وحسيته يعني روح شكل الغرفة. يعني هي شكله انه يجوا الكوميدينات جنب، عرفتوا. فيعني خلص هيك بالاخير قررت انه اعمل هيك. واذا مثلا بالصيف، يعني اذا ضليت بهالبيت مثلا بالصيف، بحسن برجع للموديل هداك مشان الصيف. مع اني يا صبايا كل الصيف نحن ما نمنا بالغرفة ابدا من كتر ما شوب ولا نسمة هوا يدخلنا. يعني مجرد ما يطفى الامبير او ما في كهرباء خلاص فورا. شفتوا يمكن بالفيديوهات انيم بناتي برا اكتريت الاوقات وقت يكون ما في امبير او كهرباء، يعني عن جد ما نحسن ننام ابدا، انه لانه كتير شوب اذا ما في مروحة، بتعرفوا انتو. اي والله، بس ان شاء الله هيك تضل الكهرباء الحمد لله رب العالمين. اكيد كلياتكم انه شايفين وضع الكهرباء، ان شاء الله يا رب هيك تضم هيك يعني وبتصير احسن لسه يا رب. ايه هيك يعني بالاخير قررت خلاص انه يعني اعمل له هذا الموديل وارتبه مثل ما شفتوا. بس عن جد كتير حبيتها بعد ما درتها وعملت هذا الموديل كتير حبيتها. شوفوا بالاول كنت ما كتير يعني هيك، ما كتير يعني انه مو انزعجت. هي من وقت ما اجت انا انزعجت لانه ما صار يعني. انا كنت متوقعة انه احط التخت مثل ما هو هلا بعد ما قدرته وما اضيله الغزينة، عرفتوا. بس يعني ما كنت متوقعة انه ما راح تسع ابدا انه اذا عملتها بهذا الشكل. ايه بعد ما اخذت القياسات المتر اللي قلت لكم من قبل، المتر دايما يكون بايدي، اخذت القياسات الغرفة والهيك، فما يعني ما بصير معي غير هذا الموديل. بس يعني الحمد لله رب العالمين زبطت انا وعجبتني الحمد لله. وهون بعد ما خلصت الغرفة كلها ورتبتها صرت يعني عم بعمل شغلة ورا شغلة. هون طلعت كمان قلتولي بالبلكون انه هذا الصدى حطيله فلاش. ايه والله يا صبايا حطيت له فلاش، صار يعني كله راح وصار ابيض، بس صار خشن كتير كتير خشن. يعني بتحسوا انه ما بعرف شلون بقى، ما بعرف شلون هيك يعني مع الوقت اذا برجع هيك بصير ناعم مثل الاول. لانه يعني بتحسوا شلون بدي اقولكن، شلون الارض لما بتكون مانا مجلية لسه هيك صار. هو روح الصدى بس انه صرت هلا حطيت لها معطر وهيك شي تنعم بقى. ان شاء الله هيك ترجع مثل الاول ويكون رايح الصدى منه. وهون بعد ما خلصت الصالون وخلصت غرفتي والبلكون، قمت هون كمان كنت غاسلة وجه ايش اسمه كان ما بتطلع معي التخت لبناتي.
كمان هي أول ما قمت يعني أشتغل غسلتن ونشرتن، لوقت ما خلصت يعني الغرف جوا كانوا نشفانين. ايه فقمت هون رتبتن، كمان جريت ورا التخت وهيك. هي يعني هي هاي شلون بدي أقولكن، أنا مو عايملة الحيطان شفتوا إنه، والخزن كمان كله يعني رجعت مسحت قلبه، مسحت رجعت فوق الغزينات كمان كرمال انه ماشي يتراكم. هلا لسه يعني ما صار لي شي عملتهم، بس هيك بلاقي اسهل يعني عرفتوا. ايه فمسحت كل شي وقمت هيك عملت حوسة نظيفة كرمال يعني انه امد السداد. ايه هلا هون مثل ما يكون شايفين كمان غرفة بناتي يعني نفس اخدتها نفس لغرفتي عرفتوا. يعني هن كلياتهم هيك اخدتهم مثل بعضهم، لقيت انه يعني لقيتهم انه سعرهم ما اشبه شي، وكمان بيطبقوا يعني على غرفتي وغرفة بناتي. ان شاء الله هيك بس بالايام الجاي مو بدي اخدلن كمان انه وش تخت يكون لونه كمان قريب عليه. هلا هون عم بقولكم انه ما حسنت اعمله اطول لانه ما بينفتح الباب، اذا عملته اعرض من هيك او اطول يعني حسرا هذا القياس دا يكون. ايه والله. فعم بقولكم كانت انه ان شاء الله هيك فترة تانية بدي اخدلهم كمان انه مثل هذا الوش التخت اللي اخدته الي لبناتي، يكون صار الجو يعني برد وهذا عطائهم يعني برد عليهم عرفتوا. بس هذا انه اخدته كرمال هيك انه هن اختاروه، ما حبيت اخجلهم يفرحوا علي بما انه هن يعني الله غرفتهم وفرحانين عليها. فقلت لحالي خلاص ما بدي يعني ما بدي أخجلن خلاص على طلبهم، مع إني أنا ما بحب الشغلات هيك المرسمة أبدا. بس إنه كمان قلت خطي، وكمان يعني أنا حرامات مفردة ما عندي أبدا، كمان بيلزموا يعني للأيام. وهون المسا بعد ما خلصت وهيك حممتهم مثل ما يكون شايفين ونيمتهم، الله يحميهم يا رب ويحميلكن ولادكن يا رب. هون يعني أنا خلصت تنظيف كان لسه يعني تقريبا مو فايقة بكير، ويعني من وقت ما راحت بنتي على المدرسة قمت أشتغل، فخلصت تقريبا شي الساعة 3. بس هون أكلنا وخلصنا وش كمان عملنا ودرستها وكتير أمور عملتها، بس هذا كله يعني مانو مصور. هون صورت لكم آخر شي بعد ما حممتن ولبستن البيجامات الجداد ونيمتن، الله يحميهم يا رب ويحميكم ولادكم يا رب. وهيك والله يعني الفيديو اليوم الحمد لله رب العالمين على كل حال. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه وتسليتوا، واستنوني إن شاء الله تعالى في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة. بحبكم كتير، سلام.